صباح الفل يا حبوبات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده فيديو مشتريات، وده احلى فيديوهات او احلى نوعيه فيديوهات احنا بنحبها كبنوتات. جايبه لكم مشتريات كتيره قوي ومتنوعه وخطيره، اسعار كويسه، منتجات مصريه، حاجات جميله قوي. انا الصراحه ببقى متحمسه قوي للفيديوهات دي. يلا بينا على الفيديو بسرعه. بس ما تنساش لايك، كومنت صغنون، واشتراك في القناه لو انت لسه مش مشتركه عندي، وبس كده. يلا بينا على الفيديو. زي ما انتم شايفين يا ولاد، ما تستهونوش بحجم البوكس. لا، هو مليان حاجات خطيره وكتيره. ماشي، فهندخل على طول على المنتجات عشان ما نطولش وقت الفيديو. اخر اوردر وصل لي، هو لسه واصل لي امبارح، لسه طبعا هحطه تحت التجربه عشان ما ينفعش انا اطلع اقول لكم طبعا على حاجه او انصحكم بيها غير اما اجربها الاول. الا وهو الصن بلوك بتاع سكين سايد. تمام، هو نازل عليه عرض، انتي تجيبي اتنين مع بعض بسعر كويس قوي قوي. مصري، في نيسيناميد، في كمان نسبة حماية من الشمس 50. خطير خطير. ده اللي هو الجل، عشان انا بشرتي دهنية، مش بيسيب اي لمعان او اي دهون، بيتحكم في افراز الدهون يعني. ده اللي مكتوب عنه كله. وبيدي كمان نضاره. النيسيناميد معروف ان هو بيدي نضاره للبشره، فده اول صن بلوك مصري يبقى فيه نيسيناميد اصلا. فحاجه خطيره ومتشوقه قوي قوي ان انا اجربه واطلع اقول لكم الريفيو عنه كامل. تاني قمر معانا وهو الكريم ده بتاع لونا بالكولاجين وفيتامين اي. قمر هو مكتوب عليه ان هو للوش وللجسم يعني، وللبشره والتفتيح وكل حاجه. بس انا لقيت ملمسه تقيل، فالصراحه مش هينفع ان انا احطه على بشره وشي، فبستخدمه لتفتيح ايدي، وكمان بفضي عليه شريط من فيتامين اي عشان يفتح معايا. والخلطه دي انا اصلا معتمده عليها بقالي سنين، والصراحه بتجيب معايا من الاخر يعني. هتلاقي ايدك في الصيف ما شاء الله هتلاقيها فاتحه وجميله. سامحوني لو الطرحه عليها اي ميك اب او حاجه، انا منزله لكم فيديو قبل ده على طول كنت بحط فيه ميك اب معاكم، بجرب منتجات جديده، ارجعوا له هتتبسطوا منه قوي قوي. طبعا لونا معروفه ان هي مصريه 100%، كمان سعرها كويس قوي قوي، فبنصحكم بجد ان انتوا تجربوا المنتجات بتاعتها، هتتبسطوا منها. ندخل على المنتجات الطبيعيه اللي بجربها برضو الفتره دي، وشايفه منها الصراحه نتيجه عسوله قوي. ومستنيه لسه ان انا اجربها اكتر واكتر عشان اطلع برضو اقول لكم عنها ريفيو كامل. ثلاث حاجات دي، ده بلاشر كريمي من بيج على الفيسبوك. كلها منتجات طبيعيه بجد، عندها حاجات خطيره، بس مش هينفع اقول لكم دلوقتي على اسمها غير اما اجربها كويس جدا جدا. ده غسول النيله الزرقاء للاماكن الحساسه وكمان للبشره، شايفه منه نتيجه حلوه قوي قوي بجد. وده السبراي بتاع تساقط، برضو حاسه منه نتيجه يعني لطيفه لحد دلوقتي. هكمل عنهم بقى ايه استخدامات كده، واطلع اقول لكم عنهم الريفيو كامل ان شاء الله قريب. بعديه على طول، وهو انا مش بستغنى عنه بقالي فتره الصراحه، بجيبه وبحبه قوي قوي، واتكلمت عنه كتير كتير كتير. هي شركه مصريه 100%، منتجاتها كلها برضو تركيباتها طبيعيه وحلوه وتفتيح. مش قادره اقول لكم، مش هقعد اشوقكم كتير. والا وهي المجموعه بتاعت ستارفيل للتفتيح. انا اول مره اجيب الاتنين مع بعض، على طول بجيب اللي هو ده الكريم التفتيح اللي بيدي نضاره البشره وبيفتح البشره للوش، الاماكن الغامقه في جسمك، الاماكن الحساسه. وب90 جنيه يا جماعه، 90 جنيه وبيقعد معاكي فتره حلوه يعني. ده 60 جرام، حلو قوي قوي. فالمره دي جبت المجموعه، بصوا دي العلبه بتاعتها. تمام، دايما بينزل عليها عروض حلوه جدا جدا، فانتوا استغلوا العرض ده وهاتوه. قمر جدا، ممكن تقسموه مع حد مثلا، انت واختك، انت وصاحبتك، لو مش حابه ان انت يبقى عندك المنتجين. ده جل اللي هو بتستخدميه بالليل قبل النوم عشان يكون خفيف على البشره، فيه كولاجين، في منتجات زايده عن ده علشان ده بتاع بالليل وبيشتغل على التجاعيد وحاجات كده. فيتامين سي، كولاجين، فيتامين بي 3، تمام، كوجيك اسيد، وحاجات كتير قوي قوي بجد، خطير يا ولاد. وهالورونيك اسيد جميل، وده اتكلمت عنه كتير قبل كده، مش عايزه اطول وقت الفيديو، بس منتجاته تركيبته برده خطيره. فيتامين سي، فيتامين اي، بانسينول، وكوجيك اسيد، وكمان العرقسوس. فكل التركيبات بتاعتهم قمر وخطيره، وبنصحكم جدا جدا ان انتوا تجربوهم. دول كده عندي بقوا العشق. بعديه على طول، وده بقى من ايفا. تمام، ده شكل العلبه بتاعته، وانا مش برمي العلب علشان اطلع اوريكم شكل العلبه بتاعته عامله ازاي، بيكون مكتوب عليها كل التفاصيل، فبحب ان انا اقرا لكم كل التفاصيل من عليها، بتكون اوضح كتير من البرودكت نفسه. ده يا حلوين كريم نهاري بفيتامين سي، اي، بي 3، بي 5.
ايه الخطاره دي؟ في نسبه حمايه كمان من الشمس 30، يحتوي على مجموعه من الفيتامينات والمكونات الطبيعيه، بيوحد لون البشره. فيتامين بي 3 نيسيناميد يساعد على تحسين لون وملمس البشره. فيتامين ج يرطب البشره ويقلل من فقدانها للميه، ويحسن من مظهرها للبشره الجافه والتلفه. تمام. فيتامين بي 5 بنسينول يساعد على الحفاظ على مرونة البشرة. ثمرة الجريب فروت كمان بالمواد المضادة للأكسدة تقوم بتنشيط البشرة وبتوحيد لونها. وكمان خلاصة الترمس تساعد على الحفاظ على ترطيب البشرة. على فكرة الترمس كمان بيفتح. خلاصة الرصوص تساعد على تفتيح المناطق الداكنة تخلي بشرتك لونها موحد يعني. طريقه الاستخدام طبعا معروفه، كريم النهاري بيتحط بالنهار، حابه تحطيه بالليل مفيش اي مشكله، بيدي نضاره حلوه قوي قوي، يخليكي ان انت واحده واحده تستغني بجد عن الفاونديشن وعن الحاجات التقيله اللي ممكن تحطيها على بشرتك وتضرها. انا خلاص بقيت اعتمد الحاجات دي اللي هو ده وده وانا نازله. يعني بحط الصن بلوك، طبعا برطب بشرتي الاول، بحط الصن بلوك، بعدين بحط كريم التفتيح. بشرتي ما شاء الله بتبقى مش محتاجه خلاص ميك اب، يا دوبك ممكن بس اظبط حواجبي، احط لي بالم كده لطيف وشكرا وخلاص. حتى انتي واحده واحده هتحسي مع الوقت ان بشرتك بقت مرتاحه، بشرتك بقت احسن منوره اكتر. خفوا ميك اب على قد ما تقدروا يا حلوين. ده تجربتي بقى معاه، كانت خطيره بجد. ممكن سامحوني ان انا مش بتكلم على كل حاجه بالتفصيل، بس في حاجات حطاها تحت الاختبار، بس بوريكم عامه كده المشتريات عامله ازاي، وبعدين هجربهم كويس جدا جدا واطلع اتكلم عنهم في فيديو مخصوص. القمر اللي بعدها وهي دي بجد تستحق ان انا اتكلم عنها كذا مره، انا حاسه ان انا اتكلمت عنه قبل كده، وهي منتجات كليو. ده اسمه سوبر سيرم بالهيالورونيك اسيد والنيسيناميد، يعني بيحسن شكل البشره وبيديها نضاره وكمان بيرطبها ترطيب عميق قوي قوي. واحلى حاجه فيه ان هو لجميع انواع البشره ومكتوب عليه تفتيح ترطيب. خطير يا ولاد. ده برضو في الشتاء انتوا هتعشقوه بقى، لانه بجد بيرطب بعمق قوي قوي. حلو ان انت تستخدميه قبل الميك اب، حلو ان انت تستخدميه لو بشرتك مجهده تعبانه مش بترطبيها كويس، مش بتشربي ميه كويس. خطير. وطبعا كليو منتجات مصريه 100%، انصحكم انتوا تجربوها، سعرها تحفه. مجربه من عندهم حاجات كتيره قوي مثل الووتر مزيل ميك اب والسوبر سيرم، ومجربه كريم كمان ترطيب للوجه للبشره الدهنيه بشجره الشاي. انا حاسه ان رغيت كتير قوي. اخر حاجه معانا وهو السيرم ده من لونج هير. ده سيرم مستورد، مش عارفه الصراحه يا جماعه هو مقاطعه ولا لا، بس انا جبته وما كنتش متاكده قوي من ان هو مقاطعه ولا لا، فسامحوني وعدوا لي الموضوع ده. ده تركيبته حلو قوي قوي للي حابب يطول شعره، اللي حابب يرطب شعره، اللي شعره مجهد، اللي حابب يطول شعره عشان شعره بجد واقف عند حد معين مش بيطول. انا كان شعري كده كان مجهد جدا جدا، ما كنت شايفه منه امل وكنت يأسانه منه بدرجه فظيعه. اما جربته بجد بجد حسيت بفرق معاه خطير. كمان بجرب معاه توماكس بلس اللي هو برشام بتاع التوم بخلاصه التوم، ده مخصوص اصلا لتطويل الشعر. بجد يعني جربوا الحاجتين مع بعض وما تنسوش تدعوا لي. اخر حاجه كنت هسقطها بجد، وببص جنبي كده بالصدفه في الكراكيب اللي انا عايشه فيها. اصلا وانا بصور بيبقى حواليا انتوا مش متخيلين، عايشه في مروستان. بخلص تصوير وبقوم بقى اظبط الدنيا وكده. مش عايزه ادخلكم في رغي كتير، بس البتاع ده يا جماعه اختراع بجد والله. ده شامبو نيزا باكس بتاع القشره. انا مش طالعه اكلمكم عن الشامبو بتاع القشره او ان هو بيشتغل للقشره، انا طالعه اقول لكم ان الشامبو ده حلو قوي قوي لعلاج حبوب الظهر. بس كده وقفوا على الكلام ده. انا كنت بعاني جدا جدا من الموضوع ده ومش عارفه ايه السبب. انا يعني الحمد لله باخد شاور كتير، الدنيا عندي زي الفل. معرفش كان ايه اللي بيطلع حبوب في ظهري. خلي بالكم نقطه مهمه جدا جدا انا كنت بقع فيها، اللي هو كنت بحط مثلا حنه على شعري واشطف شعري لورا، بحط حمام زيت واشطف شعري لورا. كل البلاوي دي بتنزل على ظهرنا وبتسد المسام وبتطلع حبوب، بتاخد وقت كتير قوي قوي في علاجها. عوزي ان اول حاجه تعمليها في الشاور ان انت تغسلي راسك لقدام، تنزلي كل التراب اللي في شعرك، تنزلي الزيت حمام الزيت اللي انت عاملاه، تنزلي الحنه ايا كان. خلوا ظهركم يا جماعه ما تنزلوش عليه اي حاجه خالص ممكن تضره. حتى الشامبو خلي بالكم ان هو ممكن برضو يبوظ ظهرنا واحنا مش واخدين بالنا. بلسم، شامبو، حمام زيت، حنه، هكتب لكم الحاجات دي على الشاشه عشان ما تنسوهاش، خدوها سكرين شوت بجد واستعملوا الشامبو ده. هتدعوا لي بجد يا رب الاقي سعره مكتوب. 46 جنيه، مش حاجه خالص خالص. بصوا شكله من جوه
هيقعد معاكم حبه يعني حلوين. انتوا بتاخدوا حبه صغيرين قوي وبترغوه على ايديكم وبتعملوا بيها ظهركم بايديكم، بلاش الليفه ابوس ايديكم، وبتعملوا على ظهركم واحده واحده يعني في مده قصيره جدا جدا. انا استخدمت كل حاجه عشان حبوب الظهر، والله يا جماعه هو ده اللي جاب معايا نتيجه. بس استخدموه وبرده ما تنسوش تدعولي. وبس كده يا حبايبي، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم تكونوا اتبسطتوا معايا كده واحنا بنتفرج على المشتريات. اكتبوا لي برده رايكم في الفيديو ايه، لو في اي منتج انتوا عايزين عنه ريفيو كامل اكتبوا لي برده تحت وانا هرد عليكم على طول. قبل ما نخرج من الفيديو لايك سريع، كومنت صغنون، واشتراك في القناه لو انت لسه مش مشتركه عندي. وبس كده اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.